دي معاملة مع المفقود. مفقود، نعم. زوجي يوم 20/9 سنة نعم. 2015 إيه؟ طلع بالسيارة وانخطف. زين. هو موظف بالهيئة العليا للحج والعمرة. نعم. بعد أني ما رحت دونت أقوالي مكافحة الدورة، وهو إجراء اللازم، يعني جبت كل الكتب اللي تريدها المحكمة، زين. أمر قاضي وكل شيء، يعني كل الإجراءات يعني بصورة صحيحة أني جبتها. زين. ايه تفضل. المهم هو موظف بالهيئة العليا للحج والعمرة. زين. اعطيتهم نسخه من الاوراق التحقيقيه. زين. انطيتهم كل الاوليات. فهم اتخذوا بي اجراء، يعني اعطوني راتبه. زين. استلم كل شهر راتبه اني. زين. وهم بالكتب مالتهم بالامر الديواني والامر الاداري هم حسبوهم من ضمن ضحايا ارهاب. ايه، ولهذا قلت لك من شهداء، ضمن الشهداء. نعم، زين. ضحايا ارهاب. اوكي. وفاه القاضي سنه 2020. اوكي. المفروض زوجي تحول الدائره مالته ضحايا ارهاب. اوكي. حولته، يعني انا دا استلم تقاعد مال واحد مدني مو ضحايا ارهاب. أنا عندي قاصرين وأيتام. لحظة، أوقفي أم حسين، أنت زوجك بال 2015 انفقد. نعم. زين. ما عرفتوا بيه مقتول مو مقتول كل شيء ماكو؟ لا، أنا 3 سنوات يومية أروح للطب العدلي. إيه؟ يعني أشاهد الجثث زوجي ما موجود بيهم. زين. أنا كل الدواء رحت لها. إيه؟ يعني ما بقى باب ما دقيته. إيه؟ من بعدين حول القاضي إلى ضحايا إرهاب. اي نعم، هو اكو قانون. نعم. قانون 20 لسنه 2009. نعم. المخطوف المفقود يتحول ضحايا ارهاب. تمام. من هذا القانون. اذا بديتي تراجعين لدى مؤسسه الشهداء. مؤسسه الشهداء ايش طلبت من عندي؟ اي؟ طلبت من عندي كتاب من الهيئه العليا للحج والعمره، باعتباره هو موظف. اي. شنو بالكتاب يريدون؟